السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أجمل متابعين في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة دايما. حبايب قلبي بتوحشوني كتير كتير. اللي لسه أول مرة يتفضل معايا ويشوف القناة بتاعتي، فضلا منكم بقى يشترك كده يا أمارات وينورني كده ويشرفني في القناة. وكلكم كده اللي موجود معايا واللي أول مرة يشوفني، فضلا منكم بقى كومنت جميل ولايك حلو. تمام. الفيديو بتاع النهاردة قمر عسل كده، حاجة كده شربطات زيكم. مسكت الكراسي عندي عشان الفرش بتاعها ثابت، مسكتها غسلتها بطريقة مميزة وحلوة، يا رب طريقتي تعجبكم ان شاء الله. وهنا كنت بسلم عليكم يا حبايبي. بس تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو اقول لكم ايه هي اللي معايا. اقول لكم برضه ان انا برضه بدور واشوف الكاميرا جايباني ولا لا عشان اسلم عليكم. يعني انا مصممة هزهقكم سلامات، يا رب بقى ايه انتوا ما تزهقوش مني. بس اعمل ايه يا حبايبي، والله العظيم بتوحشوني كده وبحس ان انا مبسوطه وانا بصور معاكم، فكان لازم طبعا ان انا اسلم عليكم. هنا انا بوريكم المكونات اللي معايا في التنظيف. قبل ما نبدا الفيديو يا حبايبي تعالوا نصلي كده على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. لو قطعتم معاكم في صوتي يعني اعرفوا ان انا ايه، زوري التهب خالص، لان انا تعبانه وعندي احتقان في الزور، وبيجيلي كده وانا بتكلم شرقه كده في زوري ما بتخلينيش اقدر اخد نفسي ولا اكمل كلام، فهتعذروني يا حبايب قلبي. ماشي. هنا انا بقول لكم تمام. جبت معايا الفوطه اللي هنشف بيها، وكنت قلت لكم على المكونات فبقول لكم تمام. تعالوا بقى ما اقول لكم بقى ايه هي المكونات، لان انا طبعا كنت قاطعه الصوت. بصوا يا جماعه، المكونات عندي ميه دافيه، واي مسحوق سائل عندك حطيه. انا معايا برسيل جل ماشي، وحطيت معلقتين خل ماشي. الخل هنا ليه يا جماعه؟ الخل هنا علشان ما يعملش رغاوي في الفرش بتاعي، لان المفروض وانت بتغسلي الرغاوي دي لو كانت موجوده هتغير معاكي الفرش ماشي. فلازم تحطي حاجه اللي هي زي الخل علشان ما تعملش رغاوي والفرش بتاعنا يتنضف بطريقه حلوه. وبرده بسلم عليكم حبايبي حبايبي ماشي. فهنا الخل مهم جدا. هما 3 المكونات دول، ميه دافيه وبرسيل جل وكمان الخل ماشي. عايزه اقول لكم ان الفرش عندي هنا لونه غامق وكمان مفيهوش بقع، هو بس مطرب. انا طبعا في الفيديوهات اللي فاتت زي ما انتم شايفين طريقتي في التنظيف كنت بنفض وكل حاجه والتراب بيروح، بس مع مرور الوقت التراب بيخلي الفرش كده لونه غامق، فلازم من وقت للتاني لازم ان هو يتغسل ويتنضف. ودي طريقتي، وبتخلي الفرش نظيف كأنه اتغسل بالظبط، وبتخلي الدنيا معاكي زي الفل وفي نظافة كده ماشي. في برضو معلومة مهمة لازم تعرفوها بصوا، لو الفرش عندك لونه فاتح، انا بس بقول لكم انا عملت اول كرسي كده ومسكت الفوطه ايه انشف شويه الحاجات اللي بتبقى مبرره. يعني بعد ما تغسلي لازم يبقى معاكي فوطه تنشفي ماشي. وكمان الكابوتينيه اللي هو الفتحات اللي في النص كتير ده اسمه كابوتينيه برضو. وانا بغسل لازم ادخل كده الاسبونشه اللي في ايدي او اللي في ايدي دي، لازم ان انا ادخلها في الفتحات دي عشان برضو ايه بتبقى فيها تراب ولازم تنضف ماشي. هنا انا قطعت ليه يا جماعه قطعت علشان وانا بسجل معاكم وبقول لكم موبايل رحت جيت وقع حته وقع يا لهوي، ما اقولكوش. بس طبعا قطعتها هجيب لكم يعني نفسي وانا بقع، يا لهوي يا لهوي تمام. وهنا في موقف تاني برضو فظيع. انا يا جماعه قعدت على الكرسي ونسيت بقى والجلاله خدتني ونسيت خالص ان الكاميرا شغاله، وهوب رحت جيت رافعه العبايه زي ما بقعد كده وحطها بين رجلي، يا لهوي على المنظر، ونسيت الكاميرا خالص فرحت يا جماعه رحت جيت قطعت الحته دي. انا صحيح لابسه بنطلون وكل حاجه بس برضو ما ينفعش، رحت جيت رجعت بقى الدنيا زي ما هي كده وكملت معاكم تنظيف. نرجع بقى المرجوعة. لو عندك الفرش نظيف، لا مؤاخذة لو عندكم الفرش مش نظيف وفيه بقع وكمان لونه فاتح، هنضيف بقى في المكونات بتاعتي دي، هنضيف مكون كده اسمه بيكم استنوا بس هتيجي اهي يا لهوي انا مش عارفه اقوله هكتب لكم المكون ده على الشاشه ماشي. المكون ده يا جماعه هنحط منه معلقه في الميه، هيطلع معاكي البقع، ولو الفرش فاتح هيخليهولك كله كده ايه نظيف وبيلمع وزي الفل
ماشي. يبقى المكونات الاساسيه الخل واي مسحوق معاكي يكون سايل يا جماعه، اهم حاجه يكون سايل. هنا بقى يا روقانك يا سبوحه وانا بسلم عليكم. ماشي، لازم يكون المسحوق معايا سايل. ليه بقى؟ علشان لو حطينا مسحوق بودره يا جماعه بيغير خالص الفرش ومش هيبقى نظيف معاكي. لازم يبقى المسحوق سايل، يعني صابون سايل، برسيل جيلي زي اللي انا حطيته، بتاع ده كلوروكس الالوان جميل قوي قوي. تمام. فلازم المكون يكون معاكي سايل. فالميه الدافيه واي مسحوق سايل عندك وحبه خل، ولو الفرشه عندك لونه فاتح ولا وسخ وفي بقع يبقى نحط المكون اللي انا معرفتش اقوله ده وهكتبه لكم على الشاشه. طيب انا بعمل ايه هنا بقى؟ مسكت معايا ورق الجورنان، انا عندي الازاز بيلمع بورق الجورنان يا جماعه. ماشي، فجبت معايا ورقه الجورنان وبالميه القمر اللي معايا دي، ورحت جيت ماسكه برضو الازاز نضفته وقعدت المع فيه. ما هو برضو لازم تبقى النظافه شامله يا جماعه، النظافه من الايمان، مش هنكروت يعني، لازم ننظف كل حاجه معانا. وبما اني بعمل السفره فلازم كل حاجه تبقى معايا نظيفه، الكراسي والسفره والنيش والازاز وكل حاجه. تمام. فهنا كنت خلصت معايا النيش ومسكت الازاز مسحته وخليته زي الفل. ويبقى لازم معايا حته قطن، فوطه قطن، اي حاجه كده تكون بتنشف كويس. انا معايا فوطه ننشف بيها بقى الكراسي بعد ما غسلناها، عشان لو فيها ميه، عشان مثلا لو فيها مطرح الغسيل اي حاجه كده، يبقى ايه الحته اللي معايا دي او الفوطه هتنضف معايا وهتشيل التجيره وهنلمع بيها وهتبقى زي الفل معايا. زي ما انا بعمل كده لمعت بيها في النهايه النيش الازاز بتاعه، وكمان نشفت معايا الكراسي. انا كنت سبت الكرسي ده، يعني كل الكراسي اللي معايا اتعملت ما عدا الكرسي ده سبته للاخر عشان كنت هقف عليه للنيش. ماشي. وزي ما انتوا شايفين بعمل الكابوتينيه من جوه اهو، عشان ايه؟ لو في اي حاجه تطلع وتبقى بتلمع معايا. يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا رب الحمد لله، سبحان الله، الله اكبر. يا رب أشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. الفيديو ده أنا بحبه قوي يا جماعة، يعني عايزة أقول لكم مسكت أوضة السفرة دي خليتها قمر كده عسل، بقت بتلمع كده وبتبرق، والفرش بقى معايا نظيف والسفرة نظيفة والنيش والارض وكل حاجه. هو انا ما كنستش ومسحت معاكم الارض وفرشت السجاده لان حسيت ان الفيديو كده هيبقى طويل، قلت كفايه بقى الفيديو بتاعنا النهارده يبقى على تنظيف الفرش وبتاع السفره وكده، واوريكم طريقتي في التنظيف واقول لكم بقى على المكونات بتاعتي. تمام. هنا انا مسكت برضو ايه السفره، لمعتها وغسلتها وكده، وهمسكها بقى بالفوطه المعها. طيب في حاجه مهمه انا ما قلتلكوش عليها يا جماعه، احنا ما ينفعش ان يعني ايه المكونات اللي معايا دي ما ينفعش ان انا اغسل بيها الفرش ده بفرشه خشنه علشان الفرش منك ما يتنتش. تمام، ده اول حاجه. وتاني حاجه ما ينفعش بسبونشه سفنج، لان السفنج حتى لو معاكي المكون اللي معاكي برسيل جل او اي حاجه سايله، السفنج هيخلي المكون معاكي يرغي، واحنا مش عايزين رغاوه عشان ما يجيرش. فانا كنت بغسل بايه بقى يا جماعه؟ عارفين الليفه البلدي بتاعه الحموم بتاعه الحمام اللي بنستحمى بيها دي وبنليف بيها بس ايه الليفه اللي هي مش بتيجي من الصيدليه ولا اللي هي السفنج، لا الليفه البلدي بتاعه زمان. كان ما قطعت بقى، كان عندي واحده سليمه قطعت منها حته واستخدمتها في الغسيل. عايزه اقول لكم نضفت معايا وما طلعتش طبعا رغاوي، احنا عايزين ننضف ونغسل من غير رغاوي، ونضفت معايا وخلت معايا الفرش بيلمع زي الفل، وكانت حلوه في الغسيل، تقدروا ان انتوا تستخدموها وتغسلوا بيها يعني. تمام. هنا انا كنت خلاص خلصت بقى كل حاجه، مسكت السفره زي ما احنا شفنا كده ظبطتها والكراسي والسفره. هنا انا حطيت ايدي على السفره يا جماعه لقيتها لسه منديه وفيها ميه، سبتها لما تنشف ورجعت لكم تاني. ماشي ما احنا ما ينفعش نفرش الفرشه على السفره كده وهي مبلوله، لازم اللي هي تنشف، عشان ايه لو فرشتيها وفيها ميه هيبقى ليها ريحه كده وهتكمكم، لازم نسيبها لما تنشف خالص. فهنا بقى انا مسكت النيش مسحته والازاز لمعته والكراسي غسلنا الفرش بتاعها والسفره لمعتها سبتها لما تنشف وكل حاجه بقت معايا نظيفه. وجبت الفرش بقى ده نضيف معايا، حطيته بقى كده على نظافه، وخلصت كده اوضه السفره وخليتها قمر عسل كده زيكم. فانا كنت مسحت معاكم وكنست كتير، فقلت مفيش داعي بقى اطول الفيديو عليكم، كفايه كده.
فبعد ما خلصت الجزء ده كده مسكت الارض كنستها ومسحتها، ولما نشفت حطيت يا جماعه ايه السجاده. ماشي. وبكده بقى يكون طريقتي في التنظيف، ويا رب تكون الطريقه عجبتكم وكانت خفيفه عليكم والفيديو كان حلو، وانتوا يا رب كده تكونوا كنتوا مبسوطين معايا. كده الفيديو انتهى. نظفت اوضه السفره وخليتها زي الفل كده وعسل، وبقت نظيفه معايا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنوني بقى يا حبايبي في فيديوهات كتير. وكده انا بسلم عليكم، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.